أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. كان سألني أحد المتابعين الأفاضل سؤال لقيته مهم أوي، بيقول ليه دايما كل المهاجرين بيشتكوا ولما بيجوا مصر ما بيقدروش يعيشوا في مصر؟ النهاردة هنجاوب على السؤال ده، فخليكم معنا. الحقيقة يعني بيشتكوا من أمريكا. طبعا هيكون المهاجر الجديد لازم يشتكي من أمريكا لأنها حياة مختلفة ودنيا جديدة وصعبة، واتكلمنا في الموضوع ده كتير يعني. لما بيستقر ما بتبقاش الحياة بنفس الصعوبة، لكن عموما يعني الإنسان دائم الشكوى، مش بيعجبه حاله دايما، وما بيحسش دايما بقيمة اللي في إيده غير لما بيضيع منه يعني. وجزء تاني بيبقى خايف من الحسد، فممكن يقول يفضل يشتكي وخلاص. يعني في ناس عندها هذه العقيدة إن هو يفضل يشتكي طول الوقت خايف من الحسد يعني. قابلنا ده وقابلنا ده، لكن واقع الأمر هو يعني بعد فترة بيتعود على الحياة في أمريكا، ما بتبقاش بالنسبة له يعني غربة، تبقى عاملة زي ما يكون يعني بقى بيته التاني. هي بعد سنوات من العمل والاستقرار هو بيبقى أمريكا زي بيته يعني، خلاص بيعتبر دي حياته وبيته وأسرته، خلاص ما بيقدرش يعني يسيبها. ولما بيرجع مصر بقى بيبقى حاسس ان هو غريب في البداية، خصوصا في البداية. أول حاجة يعني بيصطدم بيها هي موضوع الفرق بين النمطية اللي عايش فيها في أمريكا والعشوائية اللي هيعيش بيها هناك. بمعنى إن الحياة هنا نمطية قوي يعني، كل حاجة ماشية في نفس الاتجاه وتتكرر بنفس الوتيرة. يعني أنت بتروح الشغل الصبح، عليك مهام لازم تنفذها وبتتكرر ما بتتغيرش وما بتحيدش عنها. لا المدير بتاعك بيخليك تحيد عنها، ولا انت تقدر تحيد عنها الا بعد يعني بحث وتقول انا عايز اعمل كده، يا يوافقوا يا ما يوافقوش، وغالبا لازم تمشي على اللي هم على الرول اللي هم حاطينها. فانت ماشي على تراك، عامل زي ما تكون ماشي كده يعني قضيب سكه حديد. والنمطيه دي موجوده في كل حاجه، حتى الطب في امريكا تحس ان انت ما فيش اجتهاد يعني زي الطبيب المصري. هو الطبيب الامريكي قدامه لابتوب بيخش بيه الاوضه بتاعت الكشف، وبناء على الشوكه بتاعتك بيطلع له عنده ايه اللي ممكن يديهولك كعلاج يعني، وكل حاجه محطوطه ولا يحيد عنها احد. نوع الالم ده يبقى لازم له الاشعه دي، او نوع الالم ده يبقى لازم يعمل له كات سكان ولا يعمل له اشعه رنين، وياخد اجازه 3 ايام وبعدها يشوفه تاني، يكلمه في التليفون يقول له مثلا ارجع الشغل تاني، او ما لقيناش حاجه او لقينا حاجه، ويبدا يتصرف بهذا الشكل يعني. فهو نمط. اللي عنده فلو اللي هو حاجه كده يعني من انواع الانفلونزا الجامده قوي هنا، يبقى لازم يقعد اسبوع 7 ايام بالظبط في البيت، وما يختلطش بحد لانها شديدة العدوى زيها زي الكورونا، وما بيحيدوش عن كده. هو لازم 7 ايام وياخد التامي فلو في اول 48 ساعة. هو لو رحت ل100 دكتور يعمل لك المسحة ويقول لك عندك طبيعة البرد اللي عندك ايه، لو شك لان هو يعني برد جامد، كلهم هيعملوا نفس القصة. لازم المسحة، يحدد طبيعة الفيروس، يديك الدواء المناسب له، ويديك الاجازة المنصوص عليها. اللي هي يعني ما تقدرش تشتغل لانه ممكن يقلب بالتهاب رئوي، ولو عندك التهاب رئوي لازم تاخد مضاد حيوي وتقعد في المستشفى، وهكذا. يعني المفروض يعني كل حاجه هنا مكتوبه في الكتاب، ماشيين يعني على الخط، على السطر، ما بينزلوش ولا يطلعوا. لكن في مصر لما يعني بتنزل ما بيبقاش الموضوع كده. الله لا يقدر لو حد نزل وتعب، لو راح ل5 دكاتره، ال5 دكاتره كل واحد هيقول رأي شكل. وده موضوع مقلق يعني بالنسبة للي عاش هنا وتعود على هنا.
فبيبقى بالنسبه له متاهه يعني. انا ما بقولش الدكاتره المصريين وحشين، انا بقول طبيعه الحياه كده هنا يعني. ده يعني يمكن الطبيب المصري يبقى شاطر لان هو كل حاجه في ذهنه، لا قدامه لابتوب ولا هو بيعمل ماشي على سطر كده زي الامريكان، لكن من كتر العيانين اللي بيشوفهم بيكتسب خبره مش موجوده عند الدكتور الامريكي. لكن انا بتكلم على النمطيه اللي كل الناس ماشيه على قضيب السكه الحديد. المرور لما بننزل، يعني لما بنزل مصر بعد ما بقعد هنا سنين وانزل مصر ببقى منزعج جدا، مش عارف امشي في الشارع لان طبعا ما فيش اي قواعد ايا كان نوعها حد بيلتزم بيها. فلا انت عارف تمشي على الرصيف ولا انت عارف تمشي في الشارع. ما فيش حدود يعني. ما فيش حتى قواعد متفق عليها بين الناس يعملوا ايه، او كعامة شعب يعني. ما فيش الثقافة العامة دي اللي هي موجودة هنا يعني. ما فيش حد النهاردة اجازة، يعني مفيش حد النهارده مش اجازه. كان نفسي اوريكم وانا ماشي في الشارع، لو انا ماشي في نهر الطريق تحت الرصيف هتلاقي العربيه مشيت الناحيه التانيه. كلهم متفقين على كده. ال 350 مليون لو انت ماشي في الشارع نزلت من على الرصيف بس خطوه واحده هيبدا كل العربيات تتجه الناحيه التانيه، محدش يقدر يجي جنبك. في مصر الموضوع بهدله لان مفيش حد بيلتزم بقواعد المرور. في ضيق في الشوارع وفي كثافه سكانيه يعني. انا معاكم بس انا ما بقولش حلو ولا وحش، بقول ليه ما بيقدروش يعيشوا تاني في مصر بعد ما بيعيشوا في دول المهجر يعني. فالنمطية هنا ولو اننا اول ما بنيجي بنشتكي منها، لكن الحقيقة بنتعود عليها. فلما بننزل لعدم النمطية بننزعج يعني كلنا، وبناخد وقت على ما نتأقلم. مش في وقت طويل يعني، على اخر الاجازة على اخر الشهر يعني خلاص بقى بتتعود تاني بقى على الكلاكسيات والعربيات والمرور والناس والزحمة في حتى على الرصيف. انتوا زي ما انتم شايفين هنا ان انا ممكن امشي من بيتنا ما اقابلش بني ادم يعني، او يمكن ما اشوفش عربية. لكن في مصر كمية الكلاكسات والزحمة يعني تخيلوا انتوا مصر فيها كام مليون دلوقتي؟ 100 وحاجة، 110 115 مليون تقريبا في مساحة مليون كيلومتر مربع. أمريكا تقريبا 10 مليون، 9 مليون وكسور مليون كيلومتر مربع، ويسكنها حوالي 300 وحاجة، 330 350 مليون. فلكم أن تتخيلوا فرق الكثافة العالية قوي بين هنا وهنا. الموضوع يعني في الأول بيبقى صعب على أي حد يقدر عاش هنا ويقدر يعيش هناك تاني. الحقيقة يعني أحمد حلمي عمل فيلم اتكلم في الموضوع دوت بشكل أو بآخر يعني. بس دي طبيعة حياتنا احنا واحنا عايشين في مصر، كنا متعودين عليها. لكن لما بتشوف حياة غيرها وتتأقلم عليها ما بتقدرش تعيش تاني. صعب. حاجة تانية برضو نسيت أقولها، هي موضوع السنترال اير كونديشننج اللي هو التكييفات المركزية الموجودة في البيوت. كل البيوت هنا في أمريكا مكيفة الهواء تماما. فأنت في الصيف عندك كولينج سيستم وفي الشتاء عندك هيتنج سيستم. في مصر الحقيقة لو حد نزل في الساعة برغم ان هنا برد جدا جدا جدا، ولكن البيوت اللي مش مكيفة بتبقى درجة حرارتها أقل من البيوت المكيفة هنا. فدي برضو نقطة مزعجة لأن مش كل البيوت فيها تكييفات الحقيقة. برضو حتة في السنوات الأخيرة زمايلنا اللي نزلوا مصر قالوا إن الأسعار غالية قوي يعني. اللي نزلوا في الفترة الأخيرة يمكن من الصيف اللي فات ولا حاجة، لما قابلت ناس راجعين من مصر بيقولوا لي إن الأسعار غالية الحقيقة، وهم حتى وهم معهم دولارات جايين بيها من أمريكا لاحظوا إن الأسعار اشتكوا إن الأسعار غالية، وقالوا ملحوظة ان الاسعار غالية وزحمة يعني. طبعا اللي نازل من امريكا نفسه يروح الحتت يعني ياكل في الاماكن الشعبية، عايز يروح بلبع، عايز يعني مش هيروح ماكدونالدز ولا حاجات زي كده، لكن هيروح بلبع مثلا. هيروح بحري هياكل سمك ولا حاجة. فبيقول المحلات زحمة جدا وغالية جدا جدا جدا، حتى بالنسبة لنا لما نفك من الدولار للجنيه المصري برضو غالية.
فدي نقطة برضه مزعجة، ان هو حاسس يمكن الرقم يمكن مثلا لما يدفع 2000 جنيه فهو بالنسبة له بقى رقم، حتى لو هو بالنسبة للدولار مش كتير، لكن بالنسبة له كوحدة بقى مزعج كده، حاجة نفسية يعني، ان هو هنا مش بيدفع ال 2000 دولار دول في غدوة او في عشوة كوحدة، بغض النظر عن قيمتها يعني. فده برضو احد الاسباب برضو اللي بيخلي الناس تنزعج. كان الاول الحقيقه لما اول ما هاجرت ونزلت مصر، كانت مصر بالنسبه لي ارخص من امريكا الحقيقه، وكانت الاسعار هنا بالنسبه لي مبالغ فيها، او حسيت انهم بيضحكوا على الامريكان، لان الدولار سعره مرتفع، والحاجه الناس بتشتريها بنفس الوحده بتاعت مصر. يعني مثلا لما جيت كان ال HDMI كيبل مثلا $15، وكان في مصر مثلا يعني 50 جنيه. فلما كنت بحسب بلاقي انهم بيضحكوا عليهم، يعني $15 لل HDMI كيبل it doesn't worth it، يعني حته سلكه، يعني ايه $15 ده مبلغ ضخم. لكن لما كنت بتنزل مصر وتشتري حاجات من كده كان بالنسبه لك تبقى رخيصه. انقلب الوضع طبعا دلوقتي، ما بقتش كده الدنيا. فبرضو دي نقطة هتلاقي المهاجرين حسوا بالفرق الرهيب بين انه كان بينزل في بداية الألفينات مثلا، او مثلا 2010 2011 12 كده في الحدود دي، وبدأ ينزل 2020 2024. حس خصوصا بعد الحرب الروسية الناس اللي رجعت قالوا انها يعني غالية بالنسبة لهم. أرجو أكون جاوبت على هذه النقطة يعني. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.